هاي انا اشوف انه دائما المدربين يجيبون خلينا نقول اللاعبين اللي يلعبون خصوصا بطولة كأس العالم انه حتى يستعد ويطمئن على الحاله البدنيه. الحاله البدنيه مهمه جدا بالنسبه للاعبين، خصوصا هم دورياتهم خلينا نقول مستمره، فلذلك يبدي يخلق الانسجام بين يصير هذول اللاعبين خلينا نقول المحليين. هسه مثلا اكو فريق ممكن من الفرق ما اذكر اسمه ممكن بيه 6 لاعبين الى 7، هذول يكونون مجموعه كبيره مثلا فريق واحد يستهلون على المدرب انه يقدر يخلق حاله انسجام، بالاضافه الى اللاعبين المحترفين اللي هم دائما ما يشكلون اضافه قويه، وايضا خلينا نقول ينصهرون بسرعه مع الفريق. لذلك تشوف الاسلوب دائما المدرب يبقى ثابت عليه ما يغيره كثير، لانه اي لاعب يجي يدخل ويروح بهذا الاسلوب لانه ما يلقى صعوبات. تكلمت عن المستوى البدني، تكلمت عن المستوى البدني. ممكن يسعفنا اليوم احنا لاعبين لحد الان لاعبين 5 جولات صح اللي عقب على الموضوع. الاسلوب حضرتك تفضلت طرحت السؤال على الكباتن الاعزاء كابتن سعد وكابتن رزاق. الاسلوب هو متغير مثل ما تفضل كابتن سعد لكل مدرب حسب المنافس. اليوم تجربه المنتخب المكسيكي امام منتخبنا الوطني هي مقارنه بما راح يواجه في كاس العالم امام المنتخب السعودي. هو اخطا في اختيار منتخب العراق للامانه، لان احنا بالوضع الحالي ما نتقارن بالمنتخب السعودي ولا طول. هو راح يتفاجئ في كاس العالم بالمنتخب السعودي كمستوى واداء. فاليوم الانطباع بالنسبه للمباراه التجريبيه للمنتخب المكسيكي ما راح تنقل انطباعها في تصفيات كاس العالم او نهائيات كاس العالم.